السلام عليكم اخواتي، نتمنىكم تكونوا على خير وبخير، ومرحبا بكم في قناتكم قناه بارد وسخون. معكم فاطمه الزهراء كما العاده، تنجدد بكم الترحاب. وجيتكم اليوم بواحد الوصفه اللي هي محبوبه واللي معروفه في جميع بيوت المغاربه ديال الفقاس، ولكن انا جيتكم بهاد الوصفه هذه على طريقتي، واللي شحال ديال الاخوات ما تتصدق لهمش، تتفرتل لهم وتتمحنهم وتفقسهم لهلا يعطيكم ما يفقسكم. انا جيتكم غادي نهنيكم بجميع الاسرار ديالو، بالمكونات اللي رائعه وزوينه بزاف، وتيجي زوين بجميع الاسرار كما قلت لكم. خليكم معايا حتى الاخير فيديو باش تشوفوا المكونات وطريقه التحضير. كنتمنى تشجعوني وديروا لي لايك، ومرحبا بكم وفرجه ممتعه. بسم الله على بركه الله. غادي ندوزو المقادير. بالنسبه للمقادير اللي كتشوفوا معايا، هذه المقادير ديال 2 كيلو ديال الدقيق. كنحتاجو زلافه ديال الزنجلان، بالنسبه للزلافه كما كتشوفوا كبيره، زلافه عامره ديال الزنجلان. زلافه ديال اللوز، عندي 2 سلايف ديال الزيت، و2 سلايف ديال السكر سنيده، عندي هنا 10 ديال البيضات، وعندي 2 ديال الخمارات ديال 8 غرام. بالنسبه لبزاف ديال الاخوات كيديروا كل كيلو كيديروا فيه 2 خمارات، هذاك هو اللي تيتشقق لهم الفقاس، ومني كيجيو يقطعوه كيتفرتل لهم. يعني انا كندير 2 كيلو، دائما تندير 2 كيلو فيها 2 خمارات، يعني كل كيلو بخماره. كما كتعرفوا تقدروا نتوما يا اما تدوبلوا المقادير ولا تنقصوا على حسب القياس ديالكم. تقدروا ديروا غير كيلو، ديروا 5 د البيضات ونص في هاد المقادير. عندي هنا نكهه الفاني، وعندي 2 كيلو ديال الدقيق. بالنسبه هنا عندي واحد المعلقه ديال النافع، هذه كتبقى اختياريه، تقدروا نتوما تضيفوها او ما تضيفوهاش، صافي كيبقى نكهه الفاني كافيه. دابا غادي ندوزو باش غادي نخدموا البيض مزيان مع السكر سنيده مزيان، وغادي ندوز بعدا باش غادي نفقس البيض في القصعه ونرجع معاكم. دابا انا ضفت البيض في القصعه، غادي نزيد رشيشه ديال الملحه، غادي نزيد 2 سلايف ديال السكر سنيده، وغادي نزيد الفاني. غادي نخدمهم مزيان مزيان. خصكم تخدموا السكر سنيده مع البيض مزيان والزيت، يعني هاد المرحله مهمه بالنسبه للفقاس. كل ما خدمتوا السكر سنيده مع البيض ودابت هاد السكر سنيده مزيان، كل ما جاكم الفقاس ناجح. يعني غادي نحاول نخدم مزيان هاد السكر سنيده ونرجع معاكم. غير هكا بيدينا. كما كتشوفوا معايا جاتني القصعه شويه مضيقه، ورديتو هكا البانيو باش نخدم على راحتي. دابا هانتوما البيض انا كنخلطو مزيان. دابا غادي نزيد الزيت حتى هو باش ينسجموا مزيان الزيت مع البيض حتى نخدمهم مزيان. عاد غادي نضيف النواشف، غنبقاو نخدمو هكا مزيان، وعاد ديك الساعه كنضيفو. هانتوما دابا من بعد ما خلطت هاد المكونات السوائل مزيان، كما كتشوفوا راني خدمتها مزيان. يعني حتى دابو ديك الحبيبات ديال السكر ماشي اون فوا تخلطوها ويبان لكم تخلطت صافي، يعني من الاحسن تخدموها مزيان وتعطيوها الخاطر باش يجيكم الفقاس ناجح وما يعذبكمش ويدوب لكم ديك السكر سنيده. الاهم هو يدوب السكر سنيده. دابا غادي ندوزو باش غادي نضيفو هاد النافع، كما قلت لكم تيبقى اختياري. اللوز. بالنسبه للزنجلان، واحد الملاحظه البنات، انا الزنجلان غسلته ودخلته للفران غير صهدته، يعني الزنجلان ما عنديش محمر. بما ان الطحين تيتحمر، الا حمرتوا الزنجلان وعاد ضفتوه في الفقاس تيجي مر، تعطيكم ديك المروريه في الفقاس. يعني من الاحسن تضيفوه هكاك منقي مغسول، غادي يتحمر كما غادي يتحمر الطحين. صافي غادي نخلط مزيان. غادي نضيف الخمارات،
نخلطهم مزيان. وغادي نبداو كنضيفو في الدقيق، يعني الدقيق غادي نبقاو نضيفوه تدريجيا. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. هانتوما كما كتشوفوا معايا دابا جمعت العجين. هانتوما القوام ديالو، يعني العجين ماشي خفيف وماشي ثقيل. هانتوما دابا العجين ديالي هذا هو القوام ديالو. دابا غادي ندوز باش غادي نقطعو هكا كرات باش نديرو حرابل. غادي نحاول نديرو على 5 ديال الحرابل. غادي نقادو مزيان. صافي غادي ندوز هكا نديرو حرابل. دابا حربلتهم وقديتهم كما كتشوفوا معايا. دابا غادي ندوز باش غادي نثقبهم. يعني بالنسبه للبنات المبتدئات ولا الاخوات اللي دائما تيتشقق لهم الفقاس، غادي نعطيكم هاد القضيه هذه ما عمره ما غادي يتشقق لكم. يعني غادي تجيبوا هكا العود كيغدون ولا العود ديال الكباب وغادي تثقبوه 3 ديال الثقاب. هانتوما على هاد الشكل غادي تثقبوه بهاد الطريقه هذه، ما غاديش يتشقق لكم الفقاس. صافي دابا غادي ندوز باش غادي ندهنو. انا عندي هنا بيضه درت لها الكاكاو، نتوما تقدروا ديروا نص كافي اللي بغيتو. انا دابا غادي ندوز باش غادي ندهنو كامل. دابا من بعد ما دهنتو غادي ندوز باش غادي ندخلو للفران. واحد القضيه اللي مهمه هي الفران يكون على فران اللي هو بارد. غادي ندخلو على فران اللي بارد ومن بعد غادي نشعلو. بالنسبه للفران ديال الغاز على عافيه مهيله قل ملي تطيبوا عليها الكيك. وبالنسبه للفران ديال الضو على 100 درجه، يعني 100 درجه ديال الفران ديال الضو غادي يخليوه طيب على خاطرو. ملي تتجهدوا له العافيه تيتحمر لكم من الفوق ومن الداخل تيبقى مدقص. يعني ملي كتجيو تقطعوه تيتفرتل وتيجي مدقص من الداخل. يعني على عافيه مهيله. هذه نصائح تنعطيهم البنيتات المبتدئات والاخوات اللي ما تينجح لهمش الفقاس. من بعد ما يطيب لنا الفقاس غادي يرجع معاكم. ها الفقاس من بعد ما خرجته من الفران كما كتشوفوا معايا جا زوين ما مشقق ما حتى شي حاجه. يعني ديك الطريقه اللي عطيتكم غادي يصدق لكم الفقاس من التجربه الاولى. دابا ملي نخرج من الفران جبت واحد المنديل فزكتو وغطيتو به. غير برد لي الفقاس غادي نقطعو. بغيتو نتوما تخليوه يبات خليوه يبات، اللي بغيتو اللي حبيتو. دابا غادي ندوز باش غادي نقطعو. هانتوما من التحت يعني الفقاس ديالنا ناجح وجا رائع. دابا غادي ندوز باش غادي نقطعو. ما غادي يعذبكم حتى شي حاجه. هانتوما هانتوما كما كتشوفوا يعني ما تيتهرس معكم ما تيتفتت، ناجح
وتقطعوه بكل سهوله. جربوا هاد الطريقه هذه اللي عطيتكم، غادي ينجح معكم، غادي يبقى يجيكم الفقاس ساهل بالنسبه للبنيتات المبتدئات اللي ما تينجح لهمش الفقاس. يعني نتوما يعني الفقاس ديالنا ناجح 100%، ما تيتفتتناش. دابا غادي ندوز باش نقطعو كامل ورجع ان شاء الله باش ندخلو للفران يطيب المره الثانيه. دابا من بعد ما ساليتو بالتقطع كامل، دابا غادي ندوز باش غادي ندخلو للفران. هاد المرحله هذه الثانيه ديال الفران حتى هي مهمه كما المرحله الاولى. بالنسبه للفران كتكون على عافيه مهيله، ماشي تجهدوا له العافيه ويجيكم مخطوف، ما تيجيش المنظر ديالو زوين، وما تيجيش ملي كتعض فيه ما تيجيش مقرمش، ديك التقرميشه اللي تنقلبوا عليها. ملي غادي ندخلو دابا للفران غادي نحط الطباصل في الفران وغادي نمشي ندور شغلي، يعني نخليه على عافيه اللي هي مهيله، تيطيب تيتحمر على خاطرو وتيجي فيه ديك التقرميشه غزاله. هذه واحد الحاجه اللي مهمه باش تتبعوها ان شاء الله من اسرار الفقاس. دابا غادي ندوز باش غادي نطيبو، من بعد ما غادي يطيب غادي يرجع معكم. بالنسبه للفران ديال الكاس كتكونوا مقابلينه، يعني ساعه كتطلعوا عليه ملي تيحمر لكم واحد شويه تتقلبوه. وبالنسبه للفران ديال الضو يعني كديروه الفوق والتحت وكتنقصوا العافيه تيجيكم محمر من الوجه ومن التحت، هذاك ما فيهش تماره. صافي دابا غادي ندخلو ومنين طيب نرجع معكم. هانتوما البنات، ها الفقاس ديالنا اصبح واجد كما كتشوفوا معايا، جا رائع وزوين بزاف، واللون اللي هو موحد وطايب على خاطرو. يعني بالنسبه للاخوات اللي عندهم فرارن ديال الضو ما كيحتاجوش معاه تبقى تقلب ولا شي حاجه، كتدخلوا كديروا على عافيه مهيله كيجي غزال مقرمش. شوفوا اخوات كي داير، يعني لا في التقطيعه ديالو تيجي ما تيتهرس معكم ما حتى شي حاجه. عطيتكم جميع الاسرار باش ينجح لكم الفقاس بالنسبه للبنات المبتدئات واللي ما كينجح لهمش الفقاس. هاد الوصفه هذه وصفه ديال زمان المعتمده الرائعه وزوينه بزاف. تبارك الله كاين عديد من المواصفات ديال الفقاس، ولكن هذه الطوب، هذه شي حاجه اللي رائعه وزوينه بزاف. وباش ما يتهرس لكم ما تعذبوا معاه، ديروا هكا الفقاس صراحه الله ملي تديروه وتتشربوه مع كويس ديال اتاي يا سلام ما نقول لكمش. شوفوا البنات كيفاش جا، يعني اللون موحد وتيجي طايب ومقرمش، يعني تمنيتكم تذوقوا. شوفوا كيجي كيدوب في الفم وفي نفس الوقت مقرمش، يعني لو كان الميكروفون وتسمعوا ديك التقرميشه وتجيو اخواتي مرحبا بكم والف مرحبا لجميع الاخوات. كنتمنى تجربوه وتردوا عليا في لي كومونتير. هاد الوصفه هذه زوينه بزاف، تنتمنى تنال استحسانكم وتنقول لكم حتى الفيديو اخر ان شاء الله. كنستودعكم حتى الفيديو اخر. السلام عليكم.